فيلمنا بيبدأ بولد صغير اسمه بيتر باركر، واللي كان بيلعب جوه البيت، وبنشوفه وقتها بيدخل أوضة مكتب أبوه بالصدفة. وأول ما بيدخل بيلاحظ إن الأوضة كلها متبهدلة، والواضح كده إن كان في حد موجود فيها وبيدور على حاجة. ووقتها بيتر بينادي على أبوه بسرعة، فأبوه بيوصل وبنعرف إن أبوه اسمه ريتشارد، واللي كان عالم متخصص في العناكب. وأول ما بيشوف الأوضة بيفهم إن في حد كان بيدور على ملفاته السرية، فبيروح بسرعة للخزنة اللي هو مخبي فيها الملف وبيتأكد إن هو لسه موجود. بس وقتها بيعرف إن الوضع بقى خطير، لأنه عرف إن اللي كان بيدور عليه هيرجع من تاني أكيد يدور. ولما حس إن المكان ما بقاش أمان اضطر إن هو ياخد بيتر وأمه وبيمشوا من البيت بسرعة. ووقتها بيسيب بيتر عند عمه بن ومراته ماي، وقال لبيتر إن هو هيقعد معاهم كام يوم، وبعدها وعده إن هو هيرجع ياخده من تاني. وبنشوف إن بيتر فضل يتحايل عليه علشان ياخده معاه، بس ريتشارد رفض إن هو ياخده. فبيتر فضل باصص لأهله وما كانش عارف إن دي آخر مرة هيشوفهم فيها. وبعد كام سنة بيتر بيكبر وبيبقى طالب في الثانوية، وكان طالب هادي وذكي جدا، وكان بيحب العلوم وكمان عنده شغف بالتصوير. بس بسبب شخصيته الهادية دي كان دايما بيتعرض للتنمر، خصوصا من واحد اسمه فلاش اللي كان دايما بيضايقه. وفي يوم بنشوف إن بيتر كان بيصور بره، وبيلاحظ وقتها إن فلاش بيتنمر على طالب تاني، فحس إن هو لازم يتدخل ويوقفه، وقال لفلاش يبطل اللي هو بيعمله ده. بس وقتها فلاش بيتريق عليه وبيطلب من بيتر إن هو يصوره، ولما بيتر بيرفض إنه يصوره فلاش بيتضايق جدا وبيبدأ يضرب فيه. وفي اللحظة دي بنت اسمها جوين ستايسي بتتدخل وبتوقف الخناقة دي، وقالت لفلاش يبعد عنه، وبعدها فكرتهم إن الحصة خلاص هتبدأ. وبنشوف بعدها جوين بتكلم بيتر وبتقوله إن اللي هو عمله كان شجاع جدا، بس هو كان متهور شوية. ولما بيتر بيرجع البيت ماي بتلاحظ الإصابات اللي فيه، فسألته هو إيه اللي حصل بالظبط، فهو بيكذب عليها وقال لها إن هو وقع وهو بيسكيت. وبعدها عمه بن بياخد بيتر للبدروم وكان عايزه يساعده يصلح ديب فريزر بايظ. وبنشوفهم وهم شغالين بيتر وقتها بيلاقي شنطة قديمة وكان فاكرها من وهو صغير لأن دي كانت شنطة أبوه، فبياخدها معاه لفوق ووقتها بدأ يفتش فيها. وأول ما بيشوف اللي فيها وقتها بيرجع بالذكريات وبيفتكر إن أبوه وأمه كانوا ماتوا في حادثة طيارة. ووقتها عمه بن بيقول له إن ريتشارد كان موصي إنه يحافظ على الشنطة دي، وكمان قال له إن أبوه اشترى الشنطة دي من المحل اللي كانت أم بيتر شغالة فيه، وده كان أول مكان يتقابلوا فيه. فبيتر وقتها بيحس إن مفيش أي حاجة يعني مميزة في الشنطة دي، بس برضه في نفس الوقت كان حاسس إن في حاجة مش طبيعية. ووقتها ماي بتقول له إن أبوه كان كتوم جدا وما كانش بيحكي كل حاجة حتى لأقرب الناس ليه. وبنشوفه بيتر بيكمل تفتيش في الشنطة، وقتها بيلاقي صورة قديمة لأبوه كان واقف جنب راجل تاني، فبيسأل عمه بن عنه، فعمه بن بيقول له إن الراجل ده اسمه كيرت كونرز وده كان شريك أبوه وهو ما يعرفش عنه أكتر من كده. وبالليل بنشوف بيتر قاعد لوحده في أوضته وبدأ يبص على كل اللي في الشنطة، ووقتها بيلاقي النضارة بتاعت أبوه وبعدها بيلبسها. وفي الوقت ده بيفتكر آخر كلام أبوه كان قاله له وهو طالع، وبنشوفه وهو بيكمل تفتيش وقتها بيلاقي مكان سري، وجوه المكان ده بيلاقي نفس الملف اللي أبوه كان بيحميه من سنين. ولما بيفتح الملف بيلاقي معادلة معقدة جدا كانت اسمها خوارزمية معدل التحلل، وهو وقتها ما كانش فاهم معناها بس بيعرف إن هي مهمة. وفجأة عمه بن بيخبط على الباب، فبيتر بيتلخبط وبيخبي الملف بسرعة. وأول لما عمه بن بيدخل بيبص لبيتر وبيقول له إن هو شبه أبوه جدا بالنضارة دي، وبعدين بيقول له إن هو فاهم الإحساس اللي هو حاسس بيه دلوقتي لما بيكبر من غير أبوه وأمه. وقبل ما بيمشي بيقول له إن كيرت كونرز وأبوه كانوا قريبين جدا من بعض، بس بعد ما أبوه اختفى كونرز ما حاولش إن هو يتواصل تاني، ودي الحاجة اللي هو كان مستغربها. ولما بيتر بيسمع الكلام ده بيقرر إن هو يدور في الماضي علشان يعرف الحقيقة، وكان عايز يعرف أكتر عن أبوه وعن الدكتور كيرت كونرز. وبعد شوية تدوير عرف وقتها إن الاتنين كانوا شغالين على مشروع كبير جدا، وكان هدفهم إنهم يدمجوا الحمض النووي بتاع الكائنات المختلفة علشان يقدروا يتخلصوا من عيوب جسم الإنسان. بس بعد ما أبوه ريتشارد باركر توفى المشروع ده وقف، وفي نفس الوقت كيرت كونرز كان لسه مكمل في نفس الأبحاث جوه شركة سكورب. فبيتر قرر إن هو يروح هناك علشان يقدر يعرف الحقيقة، وبعدها بيقدر يدخل الشركة في وسط مجموعة من طلبة الجامعة. وبنشوفه وهو بيتمشى بيتفاجئ وقتها إن جوين ستايسي كانت شغالة هناك، وكانت هي مساعدة الدكتور كونرز، وعلشان محدش يشوفه حاول إن هو يستخبى. وبنشوف إنه جوين ماشية مع المجموعة بيتر بيخبط بالصدفة في راجل اسمه راجت راثا ووقع وقتها منه الملفات، فبيتر بينزل علشان يساعده يجمعها. ووقتها بيشوف رمز غريب واللي كان هو نفس الرمز اللي كان في ملف
ملف ابوه، فقرر ان هو يراقب راجت. وبعدها بنشوف راجت بيدخل معمل سري كان موجود علشان تطوير الالياف الحيويه، وبيتكلم وقتها مع حد بسرعه وبعدين بيطلع من هناك. فبيتر بيستغل الفرصه دي وبيدخل المعمل، واول ما بيدخل هناك بيشوف حاجه غريبه جدا، وبيشوف آلات بتنتج خيوط عنكبوت حيويه. ولما بيلمس واحد من الخيوط دي فجاه النظام كله بيقف، وشويه عناكب معدله وراثيا بدات انها تمشي عليه. فبيتر بيخاف وبيشيلها عنه بسرعه، وبعدها بيهرب من المعمل قبل ما حد يشوفه. وفي نفس الوقت بنشوف كونرز كان بيتكلم مع راجت وبيقول له انهم لسه ما لقوش حل لخوارزميه معدل التحلل، وده اللي منعهم من دمج التراكيب الجينيه، وان من غيرها المشروع كله واقف. بس بنشوف ان راجت بيضغط عليه وبيقول له ان الوقت بيخلص، لان نورمان اوزبورن واللي هو مؤسس سكورب كان خلاص بيموت. والخبر ده بيحط كونرز تحت ضغط كبير، وبنشوفه بيتر طالع. وقتها جوين بتشوفه وبيبدأوا انهم يتكلموا شوية، واثناء كلامهم واحد من العناكب المعدلة بيعض بيتر، وهو وقتها بيتألم من العضة وبيبدأ ان هو يتلخبط، فبيرجع البيت بسرعة. وبنشوفه وهو في المترو مجموعة من الناس بدأوا انهم يضايقوه، بس فجأة بتحصل حاجة غريبة، وان قوته بدأت تزيد بسرعة وردود فعله كمان بقت أسرع. ووقتها بدأ يدافع عن نفسه، ولما شاف القوة اللي عنده دي وقتها اتلخبط لانه ما كانش عارف سرها، فخاف وجرى على البيت. بس حتى هناك في البيت تصرفاته بقت غريبة، ووقتها ماي وبن بيلاحظوا ان هو في حاجة غلط. وبنشوف بيتر وقتها بيفتح التلاجة وبياخد الاكل وبيجري على اوضته، وهناك بيشوف العنكبوت الميت على رقبته، وده كان نفس العنكبوت اللي كان عضه. وساعتها بيتر بيعرف ان العنكبوت ده كان هو سبب كل اللي بيحصل له. وتاني يوم بنعرف ان الوضع بقى اغرب، لان بيتر كان بيكسر اي حاجة بمجرد ان هو يلمسها. ولما بيدخل الحمام وقتها الحنفية بتتكسر في ايده، فبدأ ان هو يقلق شوية. وبعدين بدأ يلاحظ حاجة اغرب، بانه بقى بيسمع اصغر الحركات حواليه، حتى حركة الكائنات الصغيرة، وكمان ايديه ورجليه بقوا يلزقوا في اي حاجة، وبقى ان هو يقدر يطلع على الحيطة. ولما بيتر حاول ان هو يفهم ايه اللي بيحصل له وقتها بيرجع للملف بتاع ابوه، وبدأ ان هو يدرس خوارزمية معدل التحلل، وبدأ يقرأ كمان كتاب ابحاث الدكتور كونرز علشان كان عايز يربط كل حاجة ببعض. ولما ما فهمش حاجة قرر ان هو يقابل كونرز علشان يفهم منه، ووقتها بيروح له لبيته. واول لما بيتر بيروح له كونرز بيستغرب وما كانش عارف هو ده مين، فبيتر بيقول له ان هو ابن ريتشارد باركر. واول ما كونرز بيسمع الاسم بيتفاجئ وبيدخله البيت. فبيتر وقتها بيقول له ان هو كان بيقرا الابحاث بتاعته وبيحترم شغله جدا. ووقتها كونرز بيرد عليه وبيقول له ان الناس زمان كانت بتتريق عليهم وكانوا بيسموهم علماء مجانين علشان كانوا بيحاولوا يدمجوا انواع مختلفه من جينات الكائنات الحيه. بس كل حاجه اتغيرت لما ريتشارد قدر يصنع العناكب المعدله وراثيا، والنتائج بتاعتهم كانت مذهله وكان ممكن تغير حياه ملايين الناس، واللي كان منهم كونرز نفسه. بس بعد ما ابوه ريتشارد مات كل حاجه انتهت. وبعدها بيتر بيسال كونرز سؤال وبيقول له ان احنا لو دمجنا نوعين مع بعض من الحمض النووي الغريب ممكن يسيطر قد ايه على جسم الانسان، وايه كمان الاثار الجانبيه بتاعته. فكونرز قال له ان محدش يقدر يتوقع ده، وان كل التجارب اللي عملوها زمان انتهت بموت الناس اللي جربوها عليهم، وان اكبر مشكله كانت بتواجههم كانت هي خوارزميه معدل التحلل. وفي اللحظه دي بيتر بيكتب المعادله الصحيحه على ورقه جنبه، ووقتها كونرز بيتصدم وساله هو عارفها ازاي. فبيتر بيرد عليه وبيقول له ان هو حلها في دماغه. ولما كونرز بيشوف ذكائه ده بيعرض عليه ان هو يشتغل معاه ويجي المعمل كل يوم بعد الكليه. ووقتها بيتر بيوافق على العرض ده. وبالليل كونرز قعد يراجع الخوارزميه بعد ما اكتملت، وكان فرحان جدا لان بالنسبه له الموضوع ده ما بقاش علم بس، لا ده كان امل ليه هو شخصيا. ووقتها بيبص على دراعه المقطوع وبيحس ان الاكتشاف ده ممكن يرجع دراعه من تاني. وتاني يوم بنشوف ان فلاش كان بيتنمر على طالب تاني، ووقتها بيتر بيتدخل والمره دي ما كانش خايف منه، وبياخد الكرة بتاعت السله وبيقول لفلاش لو عايزها تعالى خدها. ولما فلاش حاول ياخدها وقتها بيتر كانت سرعته عاليه جدا وردود فعله بقوا مختلفين تماما، وكان بينقل الكرة بسرعه وفلاش معرفش حتى يلمسها. ووقتها الفصل كله بدأ يضحك عليه. ولما فلاش حاول تاني ان هو ياخدها وقتها بيتر بيلزق الكرة في ايده باستخدام قدراته الجديدة، ففلاش بيتعصب وبيجري عليه، بس بيتر بينط لفوق بشكل كبير وبيحط الكرة في السلة وبيكسرها. وبسبب اللي هو عمله ده بيتعاقب وبيستدعوا عمه بن للمدرسة. ووقتها عمه بن كان زعلان منه جدا، وبنشوفهم وهم راجعين للبيت بيسألوا لو اهانته لفلاش دي كده خليته مبسوط. بس بيتر بيرد وبيقول له ان فلاش يستاهل اكتر من كده لان هو دايما بيتنمر على الناس. فعمه بيرد عليه وبيقول له ان كل تصرف ليه نتيجة، وان هو اضطر يغير ميعاد شغله بسبب اللي هو عمله ده. ووقتها بيقول لبيتر بما انه هو كده
كده هيشتغل لوقت متأخر يبقى هو يروح يجيب مي ويوصلها للبيت. وبعد كده جين بتروح لبيتر وبتطمن عليه، بس هو بيقول لها مفيش أي حاجة. وبعدها بيتر بدأ يجرب قدراته الجديدة في البيت، وكان بيجرب سرعته وقدرته إن هو يطلع على الحيطة، وكان وقتها مبسوط جدا. وبعدها بيروح للمعمل بتاع كونرز، وبنشوف في الوقت ده كونرز بيشرح له إن السحالي بتقدر إنها تجدد الأطراف بتاعتها، وإن حمضها النووي ممكن يساعد في علاج إصابات البشر. وطلب وقتها من بيتر إن هو يدخل خوارزمية معدل التحلل في النظام. وأول ما بيتر بيعمل كده وقتها بيشوفوا حاجة غريبة، وبيشوفوا فار تجارب رجليه بدأت تكبر قدامهم. وكونرز وقتها اتبسط جدا لأن التجربة بتنجح لأول مرة، وبيشكر بعدها بيتر لأنه كان عارف إن الاكتشاف ده ممكن يغير كل حاجة. بس لما بيتر بيرجع البيت بيلاقي إن عمه بن كان زعلان لأن بيتر ما كانش وصل مي زي ما وعده، وطلب منه وقتها إن هو يعتذر لها. وبالرغم من إنها قبلت اعتذاره، بس عمه بن بيقول له إن أبوه كان بيتحمل المسؤولية، وإنه كان بيساعد الناس كلها، وإنه لازم هو كمان يتعلم من أبوه. بس بنشوف إن بيتر اتضايق وبيرد عليه وبيقول له إن الكلام عن المسؤولية سهل، وإن أبوه كان المفروض يفضل معاه ويعلمه المسؤولية دي بنفسه. وبعدها بيتر بيطلع من البيت وهو متعصب، فعمه بن بيطلع وراه علشان يدور عليه. وبنشوف في الوقت ده إن بيتر كان واقف قدام محل علشان يشتري حاجة يشربها، بس الفلوس معاه ما كانتش كفاية، وصاحب المحل ما رضيش يبيع له حاجة وطلب منه إن هو يمشي. وفجأة حرامي بيدخل وبيبهدل المكان، ووقتها بياخد كل الفلوس من الكاشير وبيجري. ولما بيتر بيشوف كل ده ما رضيش إن هو يعمل حاجة، فبنشوف إن صاحب المحل بيجري وراه وبيطلب من بيتر إن هو يوقف الحرامي، بس بيتر بيرد عليه وبيقول له إن دي مش مشكلته، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبعد شوية بنشوف الحرامي وهو بيجري في الشارع بيتزحلق، ووقتها بيقع منه المسدس. وفي الوقت ده عمه بن بيوصل وبيحاول إن هو يوقف الحرامي، بس وقتها بتطلع رصاصة من المسدس، وبيتر بيسمع صوت الطلقة فبيجري بسرعة ناحية المكان، وهناك بيلاقي عمه بن واقع على الأرض، فبينزل بسرعة وبيحضنه. وفي الوقت ده عمه بن بيموت، وبنشوف إن ماي كانت مكسورة جدا بعد وفاته، والشرطة بدأت تحقق في القضية، وكانوا بيرسموا صورة تقريبية للقاتل، وقالوا إنهم هينشروا صورته في كل المدينة. ووقتها بيتر بياخد واحدة من الصور، والضابط قال له إن القاتل عنده وشم نجمة على إيده الشمال. وبنشوف وقتها إن بيتر كان متدمر لأنه خسر أبوه وأمه وكمان عمه. وبالليل اتأكد إن عمته ماي نامت، وبيطلع من البيت علشان يدور على القاتل. وبعد شوية بيشوف واحد شبهه وبيبدأ إن هو يهجم عليه، بس أصحاب الراجل دول بيتدخلوا وبيبدأوا إنهم يجروا وراه، فبيتر بيستخدم قدراته وبيقدر إن هو يهرب منهم، وبيطلع فوق سطح واحد من المباني، وهناك بيمسك نفس الرجل، بس لما بيبص على إيده ما بيلاقيش وشم النجمة اللي كان مميز بيه، فساعتها بيعرف إن هو مسك الشخص الغلط، فبينزل الراجل تاني وبيسيبه يمشي. وبعد شوية بيتر بيقع جوه حلبة مصارعة، وشوية مجرمين بيقولوا له إن هما شافوا وشه وإنه المرة الجاية مش هيسيبوه، فبيتر بيلمح قناع، ووقتها بيفكر في فكرة وبيرجع البيت وبيصمم قناع لنفسه بإيده. وبعدها بيشوف تقرير عن خيوط سكورب الحيوية، والتقرير ده كان بيقول إنها بتقدر تشد طيارة، وده خلاه يفكر إن هو يصنع جهاز علشان يطلع منه الخيوط. وبعد محاولات كتير بيتر بينجح وبيعمل بدلة ليه، ومن هنا بقى هو سبايدر مان. وفي نفس الليلة بنشوفه وهو بيوقف حرامي عربيات، وكان وقتها بيجرب قدراته الجديدة عليه، بس لما بيبص على إيده ما بيلاقيش وشم النجمة برضه. ووقتها الشرطة بتوصل وافتكروا إن سبايدر مان هو المجرم، فبدأوا إنهم يضربوا عليه نار، فبيتر بياخد سلاح واحد من الضباط وبيهرب بسرعة من المكان، والشرطة كلها بتبدأ تجري وراه، بس هما معرفوش يمسكوه. ولما بيتر بيرجع البيت ماي بتشوف الإصابات اللي كانت في وشه، فبتسأله هو كان فين ومين اللي عمل فيه كده، بس هو مرضيش يقول لها على أي حاجة. فماي قالت له وقتها إن أي سر بيكون ليه تمن، وإن لازم حد يدفع التمن ده، يا إما أنت يا إما حد بتحبه. والكلام ده فضل متعلق في دماغ بيتر، وبعدها طلع على أوضته. وفي نفس الوقت بنشوف كونرز بيقول لراجت إن التجربة نجحت وإن الفر رجعت له رجله من تاني، فراجت طلب إنهم يبدأوا التجارب على البشر، بس كونرز بيرفض وبيقول له إن الأبحاث لسه مش جاهزة. فبنشوف إن راجت بيقترح عليه إنهم يجربوها على ناس من غير ما يعرفوا، وهيبدأوا بمرضى في المستشفى، وكلامه ده بيصدم كونرز فبيرفض على طول. ووقتها راجت بيفكروا إن ريتشارد باركر كان قال نفس الكلام قبل كده، وطلب منه يفتكر إيه اللي حصل له. ولما كونرز فضل مصمم على كلامه وقتها راجت
بيطرده من سكورب وطلب منه يسيب الشركة من الصبح، واللي بيحصل ده بيدمر أمله من إنه يرجع دراعه من تاني. وبعد كده بنشوف بيتر وهو راجع للبيت بعد الكلية، ووقتها جوين بتقابله وبتعزمه على العشاء عندهم، وكان واضح كده إنها بدأت تحبه. أما كونرز فبيبص على دراعه المقطوعة، ولأنه ما بقاش عنده أي حل تاني بيضطر إن هو يحقن نفسه بالمصل، وفجأة جسمه كله بدأ يتغير وكان بيتألم جدا. وفي نفس الوقت بنشوف إن بيتر بيدخل بيت جوين من الشباك وكان جايب لها ورد، بس بنشوف إن الورد كان دبل فبيخبيه بسرعة. وفجأة بيدخل أبو جوين اللي هو كان الكابتن جورج ستايسي، ووقتها بيتر بيعرفه على نفسه وهو متوتر. ولما بنروح لكونرز بنلاحظ إن دراعه رجعت من تاني، ومن فرحته بيتصل براجت، بس وقتها بيعرف إن هو رايح للمستشفى علشان يجرب على المرضى، فطلع بسرعة علشان يوقفه. لكن وقتها الآثار الجانبية للمصل بدأت إنها تسيطر عليه. وبعد العشاء بيتر بيطلع يتمشى مع جوين، وكان عايز يقول لها الحقيقة وإنه هو سبايدر مان، لكن وقتها معرفش. وبسبب تصرفاته الغريبة دي جوين قررت إنها تمشي، وفي اللحظة دي بيتر بيشدها بالخيط من غير ما يقصد، وساعتها جوين بتعرف الحقيقة وإن بيتر هو سبايدر مان. وفي نفس الوقت بنشوف إن كونرز كان اتحول لسحلية كبيرة وكان فوق الكوبري، ووقتها كان بيدور على راجت لأنه كان شايف إن هو السبب في كل اللي حصل له. وبسبب ضيقه بدأ إن هو يرمي العربيات من فوق الكوبري، ووقتها بيتر بيوصل في الوقت المناسب وبيستخدم الخيوط بتاعته علشان يوقف العربيات وينقذ الناس. وبعدها بشوية كونرز بيلاقي راجت وبيبدأ إن هو يهاجم عربيته وبيرميها من فوق الكوبري، بس بيتر بينقذه مرة تانية. ولما مفعول المصل بدأ يختفي كونرز وقتها بدأ يضعف، وبيتر كان بيحاول يمسكه بس بيلمح طفل كان محبوس جوه عربية متعلقة، فبيجري عليه على طول وبينقذه وبيرجعه لأبوه. فالراجل وقتها بيسأله أنت مين؟ فهو بيرد عليه وبيقول له أنا سبايدر مان. وبعد كده بيتر بيرجع للبيت. أما كونرز فبيرجع لشكله الطبيعي، ولما بيتر بيروح المعمل وقتها بيلاقيه فاضي وما فيهوش غير حقنة من المصل. وفجأة كونرز بيظهر وبيقول لبيتر إن هو إدى لكل الموظفين إجازة أسبوع لأنه كان هيبدأ مشروع جديد، وبعدين بيسيبه وبيمشي. وبنشوفه بيتر طالع بيشوف وقتها فار التجارب بيتحول لسحلية، وساعتها بيتر بيفهم إن المصل ده مش مستقر وإن كونرز بقى خطر. ووقتها بيلاحظ سحالي كتير ماشية جوه المجاري فبينزل وراهم وبيستخبى، وبيلاحظ وقتها إن كونرز عمل معمل سري جوه المجاري وإن هو حقن نفسه بالمصل من تاني ورجع علشان يتحول لسحلية. ووقتها بتبدأ معركة بين سبايدر مان والسحلية، وبنشوف إن السحلية كانت أقوى بكتير وقدرت إنها تهزم سبايدر مان وعملت له إصابات كبيرة. وبعدين الاتنين بيقعوا في المية والأجهزة بتاعت الخيوط بتتكسر وقتها، وبيتر ملقاش حل غير إن هو يهرب من ماسورة ضيقة. ولما كونرز بيرجع بيلاقي الكاميرا بتاعت بيتر وكان مكتوب عليها اسمه، وساعتها بيعرف إن سبايدر مان هو بيتر باركر. وبنشوف بيتر وهو مصاب بيروح لبيت جوين، ولما بتشوفه بتبدأ إنها تعالج جروحه. أما كونرز فوقتها بيرجع لشكله الطبيعي وبياخد قرار إن هو لازم يحول كل البشر لسحالي لأنه كان مؤمن إن ده هيقضي على الضعف ويخلي كل الناس أقوياء. وبعدها بيروح لمدرسة بيتر علشان يدور عليه، وفي الوقت ده المدرسة بتتقلب والطلبة بدأوا يجروا، وبنشوف كونرز بيهاجم بيتر وبيحاول يقتله. فبيتر وقتها بيطلع بدلته وبيلبسها بسرعة وبيبدأ إن هو يواجه كونرز كسبايدر مان. ولما بيتر حاول يمسكه بالخيوط الخيوط ما قدرتش إنها تمسكه، وكونرز قطعها وقتها، وبعدها بيكملوا الخناقة بتاعتهم. وفي الآخر كونرز بيرمي بيتر بعيد، ولما بيتر بيقوم ما بيلاقيش كونرز فبيروح وراه لحد الأنفاق وبيتصل بجوين وبيقول لها تروح بسرعة على سكورب وتلاقي طريقة إنها تعمل بيها الترياق. فجوين بتسمع كلامه وبتروح على الشركة على طول. وفي نفس الوقت بيتر كان عارف خطة كونرز وإنه كان ناوي يستخدم جهاز كبير في سكورب ويحول المصل بتاعه لغاز وينشره بعدها في المدينة كلها علشان يقدر يحول كل الناس لسحالي. ولما بيعرف الخطة دي بيحاول إن هو يكلم جوين تاني بس هي ما بتردش، فهو بيروح بسرعة ناحية سكورب. وفي نفس الوقت الكابتن ستايسي بيدي أوامر لكل قوات الشرطة إنهم لازم يقبضوا على سبايدر مان وكمان يوقفوا الدكتور كونرز. وبنشوف وقتها الدكتور كونرز بيتحرك في طريقه لشركة سكورب علشان ينفذ خطته وينشر الفيروس، وقوات الشرطة وقتها كانت بتحاول تقف في طريقه وتمنعه، بس كونرز بيهاجمهم بالغاز الكيميائي بتاعه، والغاز ده بيأثر على الجنود كلهم واحد واحد فبيتحولوا لكائنات شبه السحالي والمدينة كلها بتبقى فوضى. وفي الناحية التانية بنشوف بيتر باركر في طريقه لسكورب
وكان عايز يلحق الموضوع ده قبل ما الكارثة تحصل، بس بيتفاجئ بان الكابتن ستايسي وقواته محاوطينه، فبيتر بيحاول يدافع عن نفسه ويهرب منهم، بس الكابتن ستايسي بيثبته بالسلاح، فبيتر ما بيلاقيش حل قدامه غير انه يقلع القناع، ووقتها بيكشف لستايسي عن هويته الحقيقية، وستايسي بيتصدم لما بيعرف ان بيتر هو نفسه سبايدر مان. وفي الوقت ده بيتر بيعرف ان الدكتور كونورز رايح سكورب، وان جوين بنته هناك وفي خطر كبير، وبيقول لستايسي ان مفيش اي حد هيقدر ينقذ بنته ويوقف الكارثة دي غيره هو. وستايسي بيتردد شوية بس بيبدأ يستوعب الموقف، وقبل ما بيتر يتحرك واحد من الشرطة بيضرب نار بالغلط، والرصاصة دي بتيجي في رجل بيتر، وبالرغم من إصابته بيتر بيكمل طريقه علشان كان عايز ينقذ المدينة. ولما بنروح للمعمل بنشوف ان جوين نجحت انها تعمل المصل المضاد اللي هيرجع كل حاجة لطبيعتها، وفجأة الدكتور كونرز بيظهر في المكان علشان كان عايز ياخد جهاز نشر الغاز، فجوين بتحاول انها تمنعه وتقف في طريقه، بس كونرز بيزقها وبياخد الجهاز وبيمشي، والوضع بقى كارثي والمدينة كلها بقت في خطر بعد ما الجهاز بقى مع كونرز. والأخبار بدأت تنتشر في القنوات إن سبايدر مان بقى مصاب واحتمال ما يعرفش يوصل لسكورب في الوقت المناسب. وبنشوف إن الراجل اللي بيتر كان أنقذ ابنه من العربية قبل كده بيشوف الأخبار دي في التلفزيون، فبيقرر يرد الجميل لسبايدر مان، وبيكلم كل زمايله من سواقين الأوناش في المنطقة علشان يتحركوا ويساعدوا سبايدر مان. ووقتها كل الأوناش في البلد بتتحرك وبيتوزعوا بطريقة تعمل ممر لسبايدر مان من وسط العمارات. ولما بيتر بيشوف الدعم الأسطوري ده من أهل بلدته بيجمع كل قوته وبيبدأ ينط بين الأوناش لحد ما بيوصل لسكورب. وفي نفس الوقت جوين كانت بتستعد علشان تطلع وتساعد بيتر، بس أبوها ستايسي بيوصل وبيمنعها وبيطلب منها ترجع معاه البيت علشان مفيش وقت، بس جوين بترفض وبتقول له أنا مش هسيب سبايدر مان لوحده. فستايسي بيفاجئ بنته وبيقول لها إن هو خلاص عرف إن بيتر هو سبايدر مان، وبعدها بياخد منها المصل المضاد وبيوعدها إن هو اللي هيروح يساعد بيتر ويحميه. ولما بنروح لشركة سكورب بنشوف إن الدكتور كونرز بيشغل الجهاز وبيبدأ إن هو يضخ المصل المصنع في الجو علشان يحول المدينة كلها لسحالي، بس بيتر بيوصل أخيرا وبتبدأ معركة كبيرة ما بينهم، بس كونرز بيقدر يسيطر على الموقف ده وبيكسر قاذف الخيوط بتاعت بيتر وكان خلاص هيموته. وفي اللحظة الأخيرة الكابتن ستايسي بيدخل المعركة وبيضرب نار على كونرز علشان يشتته، والاتنين بيبدأوا إن هم يقاتلوا كونرز مع بعض. ووقتها الكابتن ستايسي بيدي المصل المضاد لبيتر وبيطلب منه إن هو يطلع يركبه في الجهاز وهو هيفضل تحت علشان يعطل كونرز. فبيتر بيبدأ يطلع على البرج علشان يقدر يوصل للجهاز الرئيسي، أما تحت بقى فكونرز كان بيفوق من الضربات اللي كان خدها وبيدي الكابتن ستايسي ضربة جامدة وكان خلاص هيموته. ووقتها كونرز بيطلع يجري ورا بيتر علشان يمنعه، بس الوقت بيكون عدى وبيتر بيكون قدر إن هو يشيل المصل بتاع السحالي وبيحط المصل المضاد والجهاز بيضخه في سما المدينة كلها، والمصل بينتشر في الجو والتحول بيبدأ يتعكس والعساكر والناس كلهم بيرجعوا بشر طبيعيين، حتى الدكتور كونرز نفسه المصل بيأثر عليه وبيرجعه لشخصيته الإنسانية من تاني. وبيتر بينزل بعدها بسرعة للكابتن ستايسي بس خلاص كان بيلاقيه بيطلع في الروح، وبنشوفه وهو بيموت بيقول لبيتر إن هو كان غلطان في حقه وإن المدينة دي فعلا محتاجاه، وبعدها بيديله القناع بتاعه وبيخليه يوعده وعد أخير وبيطلب منه إن هو يبعد عن بنته جوين علشان يحميها من الأعداء. وبيتر وهو مكسور بيوافق على الوعد ده، وبعدها الكابتن ستايسي بيموت والشرطة بتيجي وبتقبض على كونرز. وبنشوف في جنازة ستايسي بيتر كان واقف وبيبص من بعيد، وجوين وقتها بتحس إن هو موجود وسط المطر ده بس هو فضل مستخبي وما كانش عايز يظهر. وبعد فترة جوين بتروح لبيت بيتر علشان تواسيه وتفهم هو ماله، بس بيتر بيقول لها إن هما لازم يبعدوا مع بعض. فجوين بتفهم وقتها إن بيتر بينفذ الوعد اللي هو كان وعده لأبوها قبل ما يموت. وبعدها جوين بتمشي وخلاص هما الاتنين بينفصلوا عن بعض، بس بيتر كان جواه عارف إن هو مش هيقدر يبعد عنها طول حياته. وبعد فترة في المدرسة بيتر بيجي وبيقعد ورا جوين وبيهمس لها وبيقول لها إن في وعود اتعملت علشان تتكسر، وقتها هي بتتبسط وبيرجعوا لبعض من تاني. وبيتر من الوقت ده بيقرر إن هو يكمل حياته كلها كسبايدر مان علشان يحمي مدينته دي للأبد. وبكده الجزء الأول من فيلمنا ده بيخلص، فلو عجبك الجزء ده اكتب لنا في الكومنت لو تحب نعمل لك الجزء التاني، وما تنساش كمان تظبطنا بلايك وكومنت وسبسكرايب وتنضم لجروبنا وقناتنا على فيسبوك. وبس كده اشوفكم على خير، سلام.